تعالوا أقول لكم على أشهر جامع في حي المعادي كلها وأحكي لكم حكايته. اسمعوا معايا الفيديو من البداية للنهاية، مش هتخسروا حاجة، بالعكس هتستفادوا معلومة. ونبدأ كلامنا بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صليتوا عليه معايا؟ يلا بينا نبدأ ونقول أكتر آثار حي المعادي شهرة هو جامع الفنان الراحل حسين صدقي اللي بناه في أوائل الخمسينات بعد ثورة يوليو، لغاية ما بقى الجامع من الجوامع المليانة بالمصلين اللي بيقولوا الناس من كل مكان، علشان فيه راحة نفسية بيحسوا بيها في رحابه. وده كلام كل اللي صلوا في الجامع. تم افتتاح الجامع بحضور جميع قيادات ثورة 1952 وحضور الرئيس محمد نجيب، ورئيس الوزراء في الوقت ده جمال عبد الناصر، ورئيس مجلس الشعب محمد أنور السادات، وبحضور الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر، والشيخ أحمد حسن باقوري وزير الأوقاف الراحل، وغيرهم من قيادات الثورة. كان الافتتاح يوم الجمعة 23 إبريل 1954 الموافق 20 من شعبان 1373 هجريا. واللي ما يعرفش مين هو حسين صدقي هقول لكم. حسين صدقي هو فنان مصري مشهور فترة الأربعينات والخمسينات، تعرف بحسن الخلق والتواضع. تعود حسين صدقي إنه يصلي في الجوامع. والدته كانت تركية وربته تربية دينية، كانت بتروح الجوامع تصلي فيها وتاخده معاها علشان يتعود على الجوامع وعلى الصلاة فيها من وهو صغير، فتربى على كده وكبر على حب الصلاة والتعلق بالجوامع. كان حسين صدقي نجم في عالم الفن، ليه علاقات قوية بالفنانين، بس كانت علاقته الأقوى مع المشايخ، فربطته صداقة قوية مع الشيخ محمود شلتوت. اعتزل السينما والفن وأوصى أهله إن يحرقوا كل أفلامه ما عدا فيلم سيف الإسلام خالد بن الوليد، وتوفى بعد ما أدى فريضة الحج عام 1976. ويقال إن شيخ الأزهر وقتها عبد الحليم محمود لقنه الشهادة وقت وفاته، صلى على جثمانه. الله يرحمه ويجعل أخلاقه وسيرته الطيبة في ميزان حسناته. وفي الآخر نتعلم إن يموت الإنسان تبقى ليه ذكرى طيبة متمثلة في صدقة جارية. ربنا يرحمه ويرحمنا.